نعم سيدة ماريا، كتقول أستاذ نبيل عياشي: هل هناك أغذية يمكن أن تساهم في انتظام الدورة الشهرية لأنها تعاني من اضطرابات في الدورة الشهرية؟ بطبيعة الحال كاين هناك مجموعة الأغذية اللي تتساعد، ولكن هذه الأغذية اللي تتساعد في باش نقادوا الدورة الشهرية خصها تمشي في الموازاة ديالها الابتعاد على الأغذية اللي تتخسر هذا المشكل، اللي تتأدي لهذا المشكل هذا. فما يمكنناش أننا نهضروا على الأغذية اللي تقادنا الدورة الشهرية وحنا تنشربوا المشروبات الغازية كل يوم، فهذه مسألة اللي هي غير معقولة. فكل الأغذية اللي عندها علاقة يعني بالدورة الشهرية، وهذا ما تيعنيش أننا يعني تنعالجوا. أولا يعني خصها تمشي تستشر الطبيب ديال التوليد ديالها، هذه النقطة الأولى. غير هي أغذية تساعد، يعني كاين كل ما هو الآن وقتها كل ما هي بقوليات، يعني البقولة مثلا، الرجلة، السلق، هذه كلها أغذية اللي تتساهم في ضبط يعني واحد الكميه، واحد في ضبط يعني المسائل الهرمونيه عند المراه. كاين كذلك الحبوب بحال زريعه الكتان مثلا، يعني زريعه الكتان يمكن تاخذ يعني واحد نص معلقه ولا معلقه صغيره في اليوم، ما تفوتهاش، يعني سواء تجينا مع الخبز ولا تاخذها هكاك. فهو هذه كلها اغذيه، يعني كل ما هو نباتي بشكل عام يساهم في علاج، نعم، في علاج هذه المشاكل اللي عندها اضطرابات هرمونيه عند المراه، ولكن بالموازاه ديالها خصها تبتعد على واحد اللائحه طويله ديال الاغذيه اللي باش متأدي. انا قلت المشروبات الغازيه مثلا، فالمشروبات الغازيه، المقليات في زيت، بعد الاغذيه الاصطناعيه لان تيكون فيها بعض المواد الحافظه اللي تلعب دور سلبي بالنسبه لهذه المشاكل الهرمونيه عند المراه، وخصوصا اذا كان عندها زياده في الوزن خاصه تنقص من الوزن ديالها.